السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الفيديو الثاني في حل أسئلة درس الطلاق. السؤال الأول بيقول لي ما الطلاق لغة وشرعا، ودي طبعا عارفينه. الطلاق لغة حل القيد، وشرعا هنقول حل عقد النكاح بلفظ الطلاق وغيره. طبعا عند الإمام النووي دي مهمة جدا، لأن درس الطلاق لا يخلو من امتحان. تعريف الطلاق عند الإمام النووي بيقول تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع به النكاح. دليل من القرآن طبعا قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. وطبعا قلنا الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف، بس لما تيجي تكتبه في الامتحان تكتبه، ده من باب المعلومة يعني خارج الكتاب. طيب وما حكمة مشروعيته؟ طبعا الطلاق له حكم مشروعية. طبعا ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق، وما شرع الله عز وجل شيئا إلا لحكمة. طبعا من الحكم التي شرع الله عز وجل لها الطلاق، طبعا دي مش موجودة في الكتاب، بس ممكن نقول احنا من عندنا يعني نستنبطها من خلال الآيات والأحاديث. هنقول أن أولا مثلا رفع الحرج ودفع الضرر عن الزوج وعن الزوجة، يعني لم يعد هناك حل مثلا للمعيشة من الزوج أو لاتجاه زوجته، فلا بد من الطلاق. فكما قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطبعا عندنا طبعا علاج المشاكل التي ليس لها حل، فيكون في أوقات حلها الطلاق. وبعد كده مثلا حفظ الحقوق وعدم الظلم، تمام؟ يعني لو راجل مثلا كره زوجته أو ست كره زوجها ومضطرين يعيشوا سوا، ده ظلم، هيحصل إهمال وهيحصل أذى للأولاد، وقد يحدث خيانة أعاذنا الله وإياكم منها. وطبعا ممكن نقول فيه تأديب وردع من الزوج أو من الزوج أو للزوج أو الزوج، يعني إن لم يحدث بينكم اتفاق فسيحدث بينكم الطلاق. طبعا أركان الطلاق قلنا ان هم 5 أركان الطلاق 5، اللي هو طبعا عندنا الزوج، وعندنا اللي هو المطلق، وعندنا المحل اللي هي الزوجة، وفي ولاية. تمام، لابد أن يكون هذا الزوج له ولاية، ما يكونش مجنون، ما يكونش مثلا غير مكلف. ولاية على زوجته، أن يكون هناك قصد، ونعرف يعني قصد وصيغة، يبقى صيغة ومحل وزوج، صيغة ومحل وزوج، ولاية وقصد. طيب شروط المطلق ولو بالتعليق، حتى لو هيعلق، يعني لو رحت البيت أهلك فانت طالق، ده اسمه طلاق بالتعليق. يعني قال لي والله تكليف فلا يصح من غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، قال عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. وبعد كده الاختيار، تمام، الاختيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح من مكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني في إكراه. حكم طلاق السكران قلنا قبل كده يقع تغليظا عليه. المقصود بالطلاق الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق، إنما الكناية يحتمل الطلاق وغير الطلاق. ألفاظ الطلاق الصريح إجمالا ومع علة كونها صريحة، هنقول ألفاظ الطلاق الصريح 3. ألفاظ الطلاق الصريح 3. قال لي أنا عندي الطلاق والفراق والصراح. الطلاق والفراق والصراح. الطلاق ليه؟ قال لي الاشتهاري في اللغة والعرف، يبقى كلمة الطلاق صريحة لأنها مشتهرة لغة وعرف، في اللغة والعرف، مشهور في اللغة ومشهور في العرف. طيب والفراق والصراح قال لي دي وردت في القرآن بمعناها، لورودها في القرآن بمعنى. بيقول لي علل، يعني لا يفتقر وقوع الطلاق الصريح إلى نية إلا في أمرين أذكرهما، ودولنا في حالة المكره، تمام، وفي حالة الوكيل إذا كان له أكثر من زوجة. الأحكام التي تعتري الطلاق قلنا لهم الأحكام التكليفية 5: واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح. حكم طلاق الحكم في الشقاق قلنا واجب، لأنه في وقتها يستحيل العيشة أو المعيشة بين الزوج والزوجة. الفرق بين الطلاق السني والبدعي وما دليل كل منهما، وطبعا قلنا الكلام ده. الطلاق السني اللي هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست حامل، لا صغيرة ولا آيسة، في طهر غير مجامع فيه، ولا في حيض قبله. الحيض بقى الطلاق البدعي
وده دليله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق البدعي بقى أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست صغيرة ولا حامل ولا آيسة في طهر جماعة في أو في حيض قبله. دي الطلاق البدعي، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن عبد الله بن عمر طلق امرأته فقال لسيدنا عمر مره فليراجعها ثم إن شاء طلق وإذا شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله بها. بعد كده طلاق البدعي بيقول لي ايه الفاظ الطلاق، الاحكام التي تعتري الطلاق اجمالا، وحكم الطلاق، ما الفرق بين الطلاق السنه والبدعي وما دليل كل منهما، لماذا لا تنقسم الفسوق الى سنه وبدعي. هنقول الفسوق لا تنقسم الى سنه وبدعي لانها شرعت لدفع مضار زائده. الفسوق دي حصل كان في خلل في العقد، يعني مثلا واحد تزوج واحده من غير شهود، ده الزواج باطل حرام، فواجب ان يفرق بين الزوج والزوجه. مش هنقول له بقى استنى ما تخش في الطلاق السنه عشان تطلق، لا هو ده مش طلاق اصلا، ده فسوق، فلا يليق ان ان تنتظر الوقت يعني. بعد كده سنه رقم كام؟ 13. ما الذي يطلب ممن طلق بدعيا مع ذكر الدليل؟ يطلب ممن طلق بدعيا ان يعيد او يرجع زوجته، أن يرجع زوجته، وبعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. يسن له الرجعة ثم بعدها إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. ده كلام النبي لسيدنا عمر أن يأمر ابنه بذلك. عدد التطليقات التي يملكها الزوج على زوجته، وهو يملك الحر 3 تطليقات. الدليل الطلاق مرتين، والثالثة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك الطلاق مرتين فإن الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بيقول لي لما صح الاستثناء في الطلاق؟ ليه الاستثناء في الطلاق صحيح؟ هنقول لأن الاستثناء كان في لغة العرب، الاستثناء يصح لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب. طب ايه هي شروط الاستثناء؟ قلناها شروط الاستثناء 5: أن يصله باليمين، أن ينويه قبل فراغه، قبل ما ينتهي يعني، أن يقصد به رفع حكم اليمين، أن يتلفظ به مسمعا نفسه، ألا يكون مستغرقا، ما يقولش أنت طلق 3 إلا 3. وخلي بالك أن يكون مستغرقا ديا فيها إمام لابد أن تهتم به. قال لي فلو استغرق المستثنى منه ضر والمستغرق باطل، والدليل بالإجماع كما قاله الإمام مين؟ بيقول لي النووي ولا الغزالي ولا الرافعي؟ هو الإمام الآمدي. بعد كده ايه؟ ما الدليل من السنة على عدم وقوع الطلاق المعلق قبل النكاح بعد وجوده؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح. لو أكره على طلاق زوجته فما الحكم ودليله؟ هنقول لو أكره على طلاق زوجته لا يقع. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني إكراه. متى يصح طلاق المكره؟ هنقول لو ظهر منه قرينة تدل على أنه غير مكره، كأن أمر أن يطلق 2 فطلق 3، قال له طلق زوجتك طلقتين، قال له لا مش 2 ده 3، فده طلاق يقع. قال لي ما شروط حصول الإكراه الذي لا يلزم به الطلاق إجمالا؟ إيه هي شروط حصول؟ قال شروط حصول الإكراه لازم الرجل اللي هيكره ده يكون قادر، ما يكونش عيل صغير بيكره راجل كبير يعني، يبقى قدرته مكره وعجزه مكره. الشخص المسكين اللي هيطلق ده يكون عاجز، ما يكونش عنده قدرة انه يدفع الشخص البلطجي اللي جاي يأمره ويطلق زوجته ده. قال لي ظنه، يعني ظن المكره، إن امتنع عن فعل ما يكره به حقق المكره فعل ما يخوف. يعني واحد قال لواحد لو ما طلقتش زوجتك هخبط خبط على دماغك اموتك، فهو عنده نسبة ظن كبيرة لو فعلا ما عملش كده الراجل ده هيموته. ففي الحالة دي هو ده الإكراه اللي لا يطبق الشروط بتاعته، يعني لا يقع طلاق لو طلق الزوج زوجته. بما يحصل الإكراه في الطلاق، وما الحكم لو أكره على طلاق منجز فعلق؟ بيقول لي بما يحصل الطلاق
بما يحصل الإكراه بالطلاق. يحصل قال لي والله بضرب شديد، حبس طويل، أو إتلاف مال أو نحو ذلك. وطبعا يختلف من شخص إلى آخر. وطبعا الصورة الثانية بيقول لي ما الحكم لو أكره على طلاق منجز فعلق. قال له طلق زوجتي فما طلقش، طلق تاني يوم. هنقول له لا، هذا لا يعد إكراه، لأن هذا عنده قدرة على دفع ما أكره به. هنقول وقع الطلاق في الجميع لأن مخالفته تشعر في اختياره فيما أتى به، أن هو مش الرأي ده مش مكره فعلا يعني. بعد كده ما الفرق بين الحكم فيما يأتي ترجمة لفظ الطلاق إلى العجمية وترجمة لفظ الفراق والصراح. هنقول لفظ الطلاق ده لو ترجم فهو برضو إيه صريح، لأنه مشتهر عند العرف عند الجميع يعني. طيب لفظ الفراق والصراح قال لي لا، لفظ الفراق والصراح ده الإمام الشافعي قال لك إن هو صريح. طيب الأئمة التانيين اختلفوا، قال لك صريح وكناية. إذا كان في اللغة العربية أصلا مختلفين فيه، فما بالك لو ترجم؟ قال لك إذا ترجم هذا فضعيف، فيكون إيه؟ يكون كناية. الطلاق في طهر غير مجمع فيه وطهر مجمع فيه. الطلاق في طهر غير مجمع فيه ده طلاق سني، وطهر مجمع فيه ده طلاق بدعي، إن الزوجة ممكن تكون حامل تمام ويحصل في ضرر، والطهر ده مش هينحسب على الزوجة، يحصل في ضرر كتير يعني. النية في الطلاق الصريح والكناية في الطلاق والنية في الطلاق الكناية. هنقول في الصريح لا يشترط نية لأنه لا يحتمل غير الطلاق، أما النية أما الكناية يشترط النية لأنه يحتمل غير الطلاق. الوكيل في الطلاق إذا كان لموكله أكثر من زوجة أو لم يكن له إلا زوج واحد. لو كان له أكثر من زوجة فبالتالي دي يشترط فيها النية وطلاق صريحه. أما إذا كان لم يكن له هنقول ففي اشتراط النية النظر، كما قال الإمام مين؟ ركزوا على أسماء العلماء، أسماء العلماء ما هم، كما قال الإمام الزركشي. بيقول لي إشارة ناطق بالطلاق وإشارة الأخرس. الناطق طبعا لا، الأخرس نعم يقع طلاق. الناطق قال لي لأنه عنده مقدرة أنه يتكلم، تكون أنه لم يتكلم يبقى لا يقصد الطلاق أو لا يقع الطلاق. أما الأخرس فطبيعته هو كده أصلا لا يستطيع أن يتكلم. طلاق مستقيمة الحال وطلاق غير مستقيمة. طلاق مستقيمة الحال ده مكروه، وده وغير طلاق مستقيمة الحال ده مكروه، وطلاق غير مستقيمة الحال ده إيه؟ مندوب. إيقاع الطلاق في الحيض ده بدعة، ده طلاق بدعي وعليه اسم، صاحبه عليه اسم. أما تعليق الطلاق في الحيض لا، كون إن يكون امراته مثلا حائض ويقولها لو جاء أبوك من السفر فأنت طالق، الكلام ده ما فيش أي حرمانية، إلا لو هو عنده علم إن أبوه هيجي في الوقت الفلاني والوقت الفلاني ده زوجته بتكون عليه حائض، في الحالة دي هيشيل وزن. علل لما يأتي بيقول لي لا يحرم جمع الطلقات الثلاث في وقت واحد. هنقول لأن عويمر العجلاني رضي الله عنه لما لاعن زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبين باللعان. يبقى لو كان إيقاع الطلاق الثلاثة ده حرام لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول لا يقع طلاق من حرك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر. هنقول ده طبعا لأنه لا يعد كلاما، لا يعد كلاما. اللي بيحرك لسانه ده وما تكلمش مثلا أو أسمع نفسه، ده لا يعد كلاما. طيب بعد كده رقم 3 قال لي لفظ أنت طلاق، والطلاق ليس بصراحين بل كنايتين. هنقول لأنهما مصادر، والمصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا. ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح لأنه مشهور عند أهله، عند أي بلد أو أي لغة معروف لفظ الطلاق حتى لو ترجم. افتقار الطلاق بالكناية للنية إجماعا، لأن الطلاق الكناية هنقول إيه يحتمل غير الطلاق. الفسوق في باب الطلاق لا تنقسم إلى سنة ولا بدعة، قلناها. الحامل التي ظهر حملها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، طبعا معروفة لأن الحامل هنقول بوضع الحمل. الصغيرة والآيسة ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، طبعا لأن عدتها بالأشهر، يبقى بالأشهر معروفة هيطلقها في أي وقت. هي في شهر كذا هيطلقها في أي شهر، هتعتدي 3 شهور. لو كان في نصف الشهر هنعد نص شهر تاني عليه. لو نوى الاستثناء في الطلاق بعد فراغ اليمين هيضر طبعا. يعني ايه هيضر؟ يعني لا يصح الاستثناء واليمين هيقع زي ما هو قال. لو قال 3 يبقى 3.
تمام. قال لي لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها. رقم كام؟ لو نوى الاستثناء في الطلاق بعد فراغ اليمين. قال لي لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها، وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينها. يعني لازم تنوي في الأول أو في النص أو في الآخر، ما ينفعش بعد ما تخلص اليمين خلاص تقول إيه أنا نويت. لا، ده أنت طلق 3 إلا 2 بعد ما خلصت. لا. قال لي إن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كان أكره على طلاق 3 فطلق وقع الطلاق، هنقول لأنه هذا دليل على أنه ليس مكره على الحقيقة، لأنه ظهر منه قرينة اختيار، فبالتالي ليس إكراه. لو أكره على طلاق زوجة نفسه فطلقها، طبعا واحد بيكره واحد يقول له طلق زوجتي، ده طبعا قلناها دي، هنقول لأنه أبلغ في الإذن، في الإذن. بما تفسر ترجمة لفظ الطلاق العربية الصريحة قلناها دي اتقالت. الوكيل في الطلاق اشترك فيه دي اتقالت. لم يكن لو قالت له زوجته طلقني فأشار بيده ينزل فهو لغو لا يقع به، هنقول لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة دليل على أنه لا يقصد الطلاق. ده راجل بيتكلم. لا يحرم جمع الطلقات، هنقول لخبر عويمر العجلاني الذي قلنا قبل كده. اختلاف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها. طبعا الإكراه ده بيختلف من شخص لآخر، طبعا أكيد في شخص في حقه يكون إكراه وشخص في حقه لا يكون الإكراه. فبيقول الإكراه بإتلاف مال يضيق على المكره ليس بإكراه. هنقول ممكن نقول التعليل فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر. يعني مثلا واحد عنده ملايين ويقول له طلق زوجتك وإلا هاخد منك 5000، فلو طلقها ده مش مكره. بعكس واحد مثلا ما حلتوش إلا 5000 دول فده مكره، وهكذا. بعد كده بيقول لي يبين حكم الآتي مع التعليل أو الدليل إنه الإكراه على الطلاق بإتلاف مال لا يضيق على المال، هنقول له ده ليس بإكراه. ده إتلاف مال لا يضيق على المكره، لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق. مفيش مشكلة عادي، هاخد منه 5000 وانت عندك ملايين عادي. يبقى هنقول لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق من خلاله. طلاق السكران هنقول يقع طلاقا لأنه متعديا بسكره، وهذا تغليظا عليه. الطلاق بنية من غير لفظ، طبعا الطلاق بنية من غير لفظ ده ليس كلام ولا يعد طلاق، مفيش حاجة اسمها طلاق بنية. قال لزوجته أنت طلاق، هنقول هذا طلاق كناية وليس صريح، ويسأل عن نيته لأنه مصادر، ده مصدر، والمصادر تستعمل في الأعيان توسعا. قالت له زوجته طلقني فأشار بيدها أن اذهبي. طلاق طبعا ده لا يعد طلاق لأنه قادر، ده قلنا طلاق مستقيمة الحال، ده مكروه عليه يحمل حديث إن أبغض الحال عند الله الطلاق البدعي. بيقول لي بين حكم التي مع التعليل، هنقول طلاق البدعي حرام، حكم طلاق البدعي حرام. والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهنقول له حديث عبد الله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعليق الطلاق في الحيض لا شيء فيه ولا إثم فيه. يبقى كلمة تعليق الطلاق هنقول لا شيء فيه. ممكن نقول العلة أنه جاء التعليق ده جاء في القرآن أو السنة ولغة العرب، تعليق الكلام يعني، ده تعليق الطلاق في الحيض. لو قال لزوجته أنت طالق 3 إلا نصف طلقة، هنقول ده يقع طلاقا 3، لأنه لو قال نصف طلقة بقيت نصفها، وإذا بقيت نصفها كملت، هتكمل بقى وتبقى طلقة كاملة، يبقى على 2 يبقوا 3. قال لي علق طلاق بآخر الشهر، نقول تطلق بآخر جزء من الشهر، تطلق بآخر جزء من الشهر. أكره رجل أن يطلق زوجته 3 فطلقها 1، يقع طلاق وليس إكراه، لأنه ظهر منه قرينة اختيار، ففي الحقيقة ليس مكره. قال رجل طلق زوجته إلا قتلتك فطلقها، طبعا هذا يقع طلاق لأنه أبلغ في الإثم. أكمل الفراغات التالية بما يناسب. يقع طلاق المكره خلافا لمين اللي قال طلاق المكره؟ يقع طلاق المكره خلافا، لا هو ممكن يكون قصده لا يقع طلاق المكره خلافا لأبو حنيفة. يعني أبو حنيفة هو اللي قال لك
لا يقع طلاق المكره. أبو حنيفة قالوا طلاق المكره يقع، إنما الأئمة تقريبا الإمام الشافعي قال لك ما اعرفش الأئمة التانيين، بس الإمام الشافعي بيقول لك طلاق المكره لا يقع زي ما احنا عارفين. طيب تخيل الإجابة الصحيحة ما بين الإجابات المعطى مما يلي. الاستغراق في الاستثناء في الطلاق يضر، والمستغرق باطل بالإجماع كما قال مين؟ ها لسه قايلينها الإمام الآمدي. طلاق السكران المتعدي بسكره ده يقع. ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية قلنا ده صريح. ترجمة لفظ الطلاق والصراح إلى غير العربية ده كناية. الوكيل في الطلاق إذا طلق عن موكله بالصريح وكان موكله زوجة أخرى ده يشترط في حقه النية. طلاق مستقيمة الحال فين؟ طلاق مستقيمة الحال ده طبعا مكروه. الفسوق في باب الطلاق لا سني ولا بدعي، لا تنقسم إلى سني ولا إلى بدعي. الحامل التي ظهر حملها المختلع ده لا سني ولا بدعي. فين دي؟ الحامل التي ظهر حملها المختلع التي لم يدخل بها ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. ماشي. طلاق الآيسة من الحيض لا سني ولا بدعي. الاعتبار في الطلاق بالزوج والنجاعة بغيرك. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة طلقت ثلاثا. قال الرجل لزوجته أنت طالق في أول شهر محرم وقع الطلاق، فجر أول يوم من شهر أول جزء من الليلة في آخر. طبعا هيقع في الفجر. هي راحت فين النمر؟ رقم 12. فجر أول يوم من شهر محرم. فجر أول يوم من شهر محرم. الطلاق المعلق قبل النكاح بعد وجود ده لا يقع، ده كلام لغو. المكره الذي ظهر منه قرينة اختيار يقع طلاقه. ما فيش حاجة اسمها يقع ويأثم. لو أكره على طلاق صريح فكان ونوى طبعا ده لا يقع، وقع الطلاق لأنه ظهر منه قرينة اختيار. لو أكره على 3 طلقات فطلق واحدة برضو وقع الطلاق. قال رجل لغير طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها لم يقع الطلاق على الصحيح. استنى، لا قال رجل لغير طلق زوجتي أنا عفوا، قال له طلق زوجتي أنا وإلا قتلتك وقع الطلاق على الصحيح. ده هو بيقول له طلق زوجتي. ركزوا خلي بالك أنا استعجلت. بعد كده ضع علامة صح وعلامة خطأ. يندب ثانية ماشي. بيقول لي يندب طلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمع نفسه، ده لا خطأ، دي ايه مباح لا يندب. لا يحرم يمنع طلقات الثلاث في وقت واحد، دليل حديث عويمر العجلاني. ان ظهر من المكره قرينة اختيار وقع طلاقه صح لأنه ليس بمكره على الحقيقة. لا يقع طلاق من حرك لسانه، طبعا هنقول ده ليس بكلام. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود 4 شروط صح. أركان الطلاق 3 خطأ 5. لا يصح الطلاق من السكران خطأ يقع تغليظا عليه. لو قال زوجته أنت الطلاق فهو كناية يتوقف عن نيته صح، لأن مصدر والمصدر تستعمل في الأسماء في الأعيان توسعا زي ما قلنا كتير. لا يفتكر وقوع طلاق الصريح إلى نية مطلقا، دي خطأ في حالتين يقع فيهم الطلاق، ودي خطأ. إشارة ناطق وإن فهمها أحد لا يقع بها شيء صح، لا يقع بها شيء. طلاق مستقيمة الحال ده حرام لا مكروه، يبقى خطأ مكروه. طلاق من لا يهوى الزوج ولا تسمح نفسه بمؤمنته حرام خطأ، ده مكروه مباح. النساء في حكم الطلاق 3 أضرب لا ضرب. ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. لا سنة ولا. من طلق بدعيا يجب عليه الرجعة، لا يسن، خطأ يسن مش يجب. ليس في طلاق الآيسة سنة ولا بدعة صح لأنها تعتد بالأشهر يعني. ليس في طلاق الحامل التي ظهر حملها سنة ولا بدعة، نعم عدتها بوضع الحمل. لو قال لها أنت طالق 3 إلى نصف طلقة قلناها يقع 3 صح. لا يقع الطلاق قبل النكاح قلنا صح، لا يقع الطلاق قبل النكاح للحديث. 5 لا يقع طلاقهن بتنجيز ولا تعليق، دول 4 مش 5. لا يصح طلاق من نائب صح. قال لي طلق زوجته ولا ده طبعا صح، وقع الطلاق على الصحيح. لسه ايه تاني؟ وبكده يكون انهينا درس الطلاق. لا تنسوني من صالح دعائكم.
أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم ويجعلكم في أعالي الدرجات. لو عجبك الفيديو لا تنسانا من الدعاء والاشتراك في القناة. وكان معكم صلاح المعاملي مدرس المواد الشرعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.